ايوه يا ستي الحاجه، امال انا بقول لك احمد خليكي ركزي معايا بقى. اتكلمي عادي اتكلمي عادي. طيب انا بقول لك، انا وانا برجع محمد زميلي في الجامعه، ما هو بقى صحفي دلوقتي، بوصله بقى عند الباب وانا راجعه لقيت حد واقف في نص الجنينه بتاعه البيت. حد قاعد يقول لي يا وعد يا وعد. ببص لقيت واحده لابسه لبس غريب قوي، شكلها غريب كده، تقولي مجنونه شحاته، ما فهمتش، قعدت تقول لي يا وعد. اول ما بصيت لها راحت قالت لي الحمد لله على السلامه. استني انت بتقولي شكلها شحاته؟ ايوه، ما انا بقول لك شكلها غريب، ما بتفهمي لهاش كده شحاته ولا مجنونه. دي الشحاته اللي كانت بتيجي هنا وتسأل عليكي وتقولي ربنا يرجع لك بنتك بالسلامه وانت مخطوفه يا بنت. ودي تبقى مين دي؟ مش عارفه يا بنتي، بس انا حاسه ان الست دي وراها لغز كبير. انا حاسه كده ان الست دي ليها علاقه بميمونه والجنون الزرق. يا لهوي، جنون زرق تاني؟ طب دول هيعرفوا مكاننا منين؟ ايه يا ست رعد، هما دول هيغلبوا؟ دول الجنون الزرق، وبعدين اللي خلى شادية تعرف مكاننا وتوصل لنا هما مش هيعرفوا؟ على رأيك انا نسيت اسأل السؤال ده، هي شادية عرفت طريقنا ازاي؟ ايه يا ست الحاجه، انت بقيتي تنسي ولا ايه؟ هي مش مدام ايمي بتاعت الجمعيات الخيريه هي اللي جابتها؟ ايمي، انت كده فكرتيني، دي هي الشحاته. يلا فاطمه، يلا نمشي من هنا. يلا يا بنتي. ايه ست شادية، انت رايحه فين؟ انت مسافره ولا ايه؟ مسافره؟ لا مسافره ايه؟ ده انا سايبه الدنيا كلها وماشيه. رايحه فين بس؟ واخده في وشك كده وماشيه. بصي بقى، انتوا في حالكم وانا في حالي. يلا يا حبيبتي. يا ست شادية، انت ماشي ورايح على فين؟ رايحه في 60 داهيه. المهم ان انا امشي من هنا، محدش له دعوه بيا. اللي انا شفته ليله امبارح محدش شافه. ليه كفى الله الشر يا ساتر يا رب. انت شفتي ايه؟ شفت ايه؟ لا شفته امبارح، ما اقدرش اتكلم فيه. انا عايزه امشي. انت اكيد شفت كابوس كتم على نفسك، عشان كده انت هايف. انا كابوس ايه؟ ده انا كانت عينيا مفنجله قد كده. لا انا مش عايزه افتكر اللي انا شفته امبارح. يلا يا بنتي. اهدى بس، انت عايز تمشي كده على طول ليه يا ست شادية؟ اهدى. ايوه، انا صاحبتي نانسي جايه تاخدني وزمانها جايه في الطريق. يلا يا بنتي. نانسي؟ يلا يا حبيبتي. اهدى. بقول لك يا ماما، سيبيها تمشي بقى عشان نبقى براحتنا. انا زهقت من دور السعديه ده. انتوا بتتوشوشوا تقولوا ايه؟ مش انا قلت لكم ان انا سايباكم ماشيه؟ بس خلي بالك لما صاحبتي رعد تيجي انا هقول لها على كل اللي عملتوه فيا. يلا يا ادريس، هات الشنطه. يلا زمان نانسي جايه. يوسف عمرك يا ادريس، شيل الشنطه يا ادريس. خد الشنطه يا ادريس. شيل الشنطه. اوف، احسن في داهيه، خدت الشر وراحت. يا واد انت يا بنت يا واد. يلا يا فاطمه، يلا نمشي من هنا. والله يا ماما انا خايفه من المكان ده قوي. ما تخافيش يا حبيبتي. هو فين صاحبك دوت؟ انا ما جاش يعني، اما تقول هاتوا الشنطه انا يلا تعبت. طيب ثواني هكلمها. ياه، تليفونها غير متاح. يعني يا اختي بقالك ساعتين فلقانه صاحبتي جايه. عطيها، هي حلقت لك ولا ايه؟ لا هي اكيد جايه. يا بنتي يا شادية، يا اختي انت واخده في وشك كده وماشيه، مش تسلمي عليا. يا تيتا ده مش وقته. ترى نانسي ايه اللي اخرك؟ تحب اروح استعجلها لك؟ زيزي، هو انت مش انت مش كنتي جوه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جيت هنا تكوني لما لقيتوا الارض. سلمي عليا. ايه بتخدلك؟ فين صاحبتك دي؟ انا زهقت. مش عارفه. مساء الخير، اتأخرت عليكم. هو انتي احرقك بجاز. مين ده؟ بعدين بقول لك. تفتكري يا وعد الست اللي سعد قال لنا عليها ملكه الجنون الزرق دي مراقبانا دلوقتي؟ يا بنتي دول مراقبيننا من زمان قوي، مش من دلوقتي بس، دول حاسبين علينا انفاسنا. يا نهار اسود، طب احنا هنعمل ايه يا وعد؟ يا بنتي احنا نقدر نعمل كتير قوي، بس اهم حاجه ان احنا نفضل على طول مع بعض، طول الوقت نفضل مع بعض ونفكر بصوت واحد، ساعتها مفيش اي حد هيقدر علينا. انا خايفه قوي يا وعد، انا خايفه في اي لحظه اقوم الاقيهم فوق نافوخي فوق راسي. مش للدرجه دي بقى، ولا انت هتعملي زي شادية اللي خافت وهربت وهي حتى مش عارفه رايحه فين ولا لمين، وفي الاخر هتروح ترمي نفسها في حضن نانسي ولا ملكه الجنون الزرق زي ما بيقول سعد. طب قولي لي يا وعد، قولي لي اعمل ايه؟ بصي يا بنتي،
الجن ما بيقدرش يتمكن من البني ادم غير لما يحس ان هو ضعيف، فبيدخل له في لحظه الضعف دي وبيتمكن منه. عشان كده لازم تكوني قويه، فاهمه؟ فاهمه. اهم حاجه بقى دلوقتي ان احنا يلا بينا ننام، عشان الست رعد عامله لنا بكره مؤتمر هتقول لنا فيه قراراتها، وكمان هنشوف هنعمل ايه. اوكي اتفضل. ايه ده؟ ده مين اللي بيخبط بدري قوي كده؟ وعد سامع جرس الباب؟ ايه ده؟ يكون مين جاي لنا دلوقتي؟ مش عارفه، انا خايفه قوي. اي اهلا. ايه يا ماس؟ ازيك يا معلم؟ الحمد لله. والله ليك وحشه. انت اللي اكتر والله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. يلا اتفضل تعال. يلا حبيبي. ينيلك يا راجل، يا راجل انا مش كنت خلصت منك وارتحت؟ كده يا رعد تسخطيني كلب وانا اللي بحبك وداير وراك يا هوهو في كل حته. او يسم الله يا راجل، ده انت كلك على بعضك كده عضة كلب. انا بحبك يا رعد، بحبك. حنين يا ابو قلب حنين. بطل هوهوه بقى، بقول لك ايه، انا لاسعه. مين اللي فكك وعرفت عنواني هنا ازاي؟ بقالي شهور بلف ورا الصحراء عشان الاقي واحد كويس، اللي يهزله ديلي يديني عظمه، اللي يحط لي شويه لبن، وما حدش بيهم عايز يعمل لي اي حاجه. يا حبيبي يرموا لك عظمه، يا حول الله، ويدوا لك لقمه ما يعرفوش قيمتك يا حنين. طب قول لي يا حبيبي عملتي ايه؟ شفت حته قطه يا رعد عينيها زي عينيكي، مشيت وراها ورحت وراها البيت، وبعدين قمت خدتها ورحنا الهند عشان نفك السحر. وفكيته؟ ايوه فكناه، ويا ريتنا ما فكناه. ليه؟ لقيتها هي قطه كانت احلى، وساعتها افتكرتك يا رعد، قمت جيت من السفر عشان اتجوزك. انا بحبك يا رعد. يا راجل بحبك. عضة كلب، امشي. يا بنتي مش انتي قلتي لي ان ماما النهارده عامله اجتماع؟ هو الاجتماع ده اتلغى ولا ايه؟ اشتغل ايه بس يا بنتي؟ لا خالص، بس انت شفتيش اللي حصل؟ يعني المصيبه اللي اسمه شكري ده اللي جه صحانا على الصبح، انا مش فاهمه لازق لنا لحد دلوقتي. مالكوا كده واقفين في البلكونه؟ اتفضل معايا. سعد بترغى على ايه؟ كويس قوي ان انت جيت. اديني جيت، قولي عايزه ايه؟ عايزاك في حاجه مهمه قوي يا سعد. اتحفينا من مصايبك الحلوه، بس اعملي حسابك انا ما عنديش اي استعداد اخش في مشاكل مع حد تاني يا بتاع الجاز. مصايب ايه؟ مفيش مصيبه ولا حاجه، افهم. فهمينا. بص يا سعد، مش انت يا سعد جيت قبل كده وخدتني من جزيره المرصودين؟ يعني انت يا سعد تعرف توديني تاني هناك؟ لا، ابوس ايدك اوعي تكوني بتفكري في اللي في بالي. بالظبط.